عواصم الدول. بسم الله نبدأ. ابدأ ماما. طيب نبدأ بمصر. ايش عاصمة مصر؟ القاهرة. متأكدين القاهرة؟ عيب عليك. طيب السؤال الثاني، ايش عاصمة إسرائيل؟ إسرائيل ما لها عاصمة متأكدين ما لها عاصمة نهائيا؟ أبدا، ولا معها أي عاصمة، السلام عليكم. ولا هي موجودة في طيب. الخارطة. وعليكم السلام ورحمة الله. معكم يا أخي احنا شوفنا الله صل على النبي يا أخي، شوفنا احنا والرجال ترى على تصوير هنا بتوزعوا جوائز لو معكم. طيب معي وزع حقيقي. يا أخي خلاص مش مشكلة، ادخل تبعك ولا ايش؟ شو تبعي ولا أعرف. طيب مش مشكلة خلاص، طيب مش مشكلة، ادخل معنا يا أخي، ادخل معنا. ايش طيب السؤال؟ طيب نقول لهم السؤال الثاني. طيب لكن هذا طيب بس انا ما عليك ان شاء الله ما يكون لها خير. طيب ايش عاصمة اسرائيل؟ ما فيش لها عاصمة بنقول لك. طيب ايش عاصمة اسرائيل؟ عاصمة اسرائيل أما تقدر القدس هم. ايش؟ من قلت يا سيدي عيني قال لك القدس. شباب ما لكم ما ده شباب صلوا على النبي يا شباب. هو حوار يا اخي، حوار ما تشنج مضابع. يا اخي يا اخي صراحة انا مع طيب اسرائيل ما لهاش عاصمة نهائيا. القدس احنا معترفين بهني القدس. أي قدس مالك يا. هذا تبعنا. لها فزعة تقدم فزعة يماني ما تهم حياته تبعنا خلاص بسم الله خلاص. هذا هو تبعنا يا اخي، تبعنا والله تبعنا هذا يا اخي، تبعنا اسم محمد وتبعنا وحاولنا نفزك شويه بس ما شاء الله عليك الصدق ما تحملت. فهذا يعني والله تبعنا حبايبي. العفو منكم حبايبي، العفو منك يا غالي. حياك. عندي لك سؤالين. ليش نعرف ايش عواصم الدول؟ تمام. نبدأ بسم الله. بسم الله. طيب نبدأ بمصر. تمام. مصر عاصمتها